السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وأهلا بطلاب الثانوية العامة. طبعا كل طلاب الثانوية العامة بيسألوا متوترين علشان المجاميع، وهل لو المجاميع كانت قليلة الكليات هتبقى بنفس التنسيقات بتاعت السنين اللي فاتت، مش هنعرف نخش الكليات اللي احنا عايزينها؟ والإجابة من خبير تربوي بيقول إن طبعا في حال المجاميع كانت قليلة للعام الدراسي الحالي، أو المتوسط بتاع المجاميع كان قليل، فبالتالي أكيد ولازم وحتمي إن الكليات كمان تنسيقاتها تنزل. يعني مثلا لو كان متوسط المجاميع للعام الدراسي الحالي ما بين ال 85% وال 90%، يعني أعلى المجاميع هتكون لحد 90% مثلا يعني. فده هيكون بشكل أساسي إن مثلا كلية طب تنزل مثلا من 89% أو من 80% أو من 88 وهكذا. ده بناء على المجاميع أو سقف المجاميع. يعني ما ينفعش مثلا يكون عدد كبير من الطلاب أو أغلبية الطلاب جايبين مجاميع من 85% ل 90% مثلا، كلية طب تنزل من 98%، كده محدش هيخشها او مفيش طلبة تخشها. فالكبير التربوي بيقول ان مفيش داعي لان الطلبة تقلق، مفيش داعي ان الطلبة تخاف، لان ادام المجاميع هتنزل او السيستم الحالي بتاع التعليم او النظام الحالي بيعمل على ان المجاميع تتخفض شوية او ما يبقاش فيه 99% والكلام ده، فبالتالي طبيعي ولازم وحتمي ان كمان الكليات تنسيقاتها تنزل. مش هتكون زي السنين اللي فاتت. وننسى بقى طبعا حته ان 99 و9 من 10 و98 و97 صيدله، الكلام اللي احنا بنسمعه ده. ادام المجاميع هتنخفض فبالتالي وحتمي ولازم ان مجاميع الكليات تنخفض. وطبعا من المتوقع ان كليات القمه الاول التي بيقال عنها قمه، يعني اللي هي طب وهندسه وصيدله والكلام ده، تنسيقاته هتنزل بشكل كبير، بدل ما تبقى في ال 98 او معديه ال 95 فهتنزل اقل من كده كمان. وده طبعا بناء على العدد اللي هي هتحتاجه. اما كليات التجاره والاداب والحاجات دي كلها، الكليات اللي احنا كنا متعودين عليها اللي هي هتكون اقل من 90%، او يعني بتلمس في ال90% او في الثمانينات، فالكليات دي كمان برضو هتنخفض تنسيقاتها وهتكون في حدود من ال80 ل85، او كمان ممكن تنزل 78 79. كل ده كل ده في سياق الامتحانات والنظام الجديد، في ان الامتحانات هتكون هي طبعا مجاميعها قليله مش كبيره. ده كان رأي الخبير التربوي، وحابب اطمنكم اقول لكم ما تقلقوش، لان طبعا واكيد ادام مجاميعكم هتكون قليله او حتى كبيره بس عدد قليل، التنسيقات هتبقى على حسب المجاميع، مش كده وخلاص او ما بتحطش كده وخلاص. فلازم تكون مطمن، وان شاء الله خير، وكل واحد يلحق بالكليه اللي هو عايزها ويحقق حلمه. ده كان كل حاجه في الفيديو. عندك اي سؤال او استفسار طبعا بخصوص الكليات او الثانويه العامه او اي حاجه تانية في التعليم، سيبه لنا في الكومنتس وان شاء الله نرد عليك. اشوفكم في فيديوز جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.